لقد حييت دوما مجموعات النساء الحرات على ذرى تلك الجبال بإلهام الإلهة الأنثى لإطفاء المعاني النفسية عليها، ولطالما يخطر ببالي كم كان اغتياظي كبيرا كلما ترامى إلى سمع نبأ يقول بأن حادثا ما وقع لجرار أو لشاحنة مكتظة بمجموعة من النساء في المنطقة الفلانية جنوب شرقي البلاد، فلقين حتفهن وهن ذاهبات إلى العمل المأجور في الحقول. أتذكر جيدا أني لم أشعر بكل هذا المقت تجاه أي حدث بقدر ما شعرت به إزاء العائلة والهرمية والدولة، وحيال الرجل الذي يزعم أنه صاحب المرأة ومالكها. فكيف حصل ولم يتبقى من نسل الإلهة الأنثى إلا هذا الانحطاط المروع؟ لم يتقبل عقلي وروحي هذا الانحطاط إطلاقا، تماما مثلما لم تستزغه ذهنيتي. فبالنسبة لي إما أن تكون المرأة بقدسية الإلهة أو ألا تكون أبدا. لطالما أفكر بصحة المقولة التي مفادها إن مستوى حياة النساء في مجتمع ما معيار أولي لمعرفة ذاك المجتمع. كنت استخدمت عبارة من بقايا ثقافة الإلهة الأم النيوليتية في وصف أمي، حيث كانت هي أيضا بدينة مثلهن، إلا أن ظاهرة الأم الاصطناعية التي كونتها الحداثة قد أعاقت رؤيتي للقدسية الموجودة في أمي. ورغم معاناتي لمخاضات كبرى في حياتي، إلا أني لم أبكي بصورة جادة على أي حادث، لكن وبعدما حطمت قوالب الحداثة فلطالما أستذكر أمي، وبالتالي جميع أمهات الشرق الأوسط، بقلب متلون وبغصة حارقة، فتدمع عيناي وأنا مستغرق في التأمل، ولطالما أمعن في معنى وطعم ماء البئر الذي كنت أتجرعه من الدلو الثقيل بعدما كنت أعترض طريق أمي وهي في منتصف الدرب تئن تحت وطأة ثقله. ويخطر ذلك ببالي كأحدى الذكريات المميزة التي تعتصر قلبي ألما. أوصي الجميع بإعادة النظر في نمط علاقتهم مع الوالدين بعد أن يدكوا دعائم كافة القوالب الذهنية للحداثة، وأتمنى أن يعكس وجهة النظر هذه على شتى علاقات القرية المتبقية من العهد النيوليتي، إذ ودون أي شك يكمن الظفر الأعظم للحداثة في نجاحها بهدم وجهة نظرنا المعنية بالثقافة المنشأة طيلة 15,000 عام، وبحطها من شأن تلك الثقافة إلى مستوى الحضيض. من الواضح تماما أن التشبث بنظرة أصيلة حرة والتشبث بمقاومة باسلة والولع بحياة مشرفة يستحيل أن ينبعث من أفراد ومجتمعات مبعثرة ومهدومة ومعدومة لهذه الدرجة. كل نبات ينمو وكل حيوان يرعى في جوار قريتنا التي تقع على حواف قوس جبال طوروس زاغروس هو موضوع باعث على الهيام بالنسبة لي، إذ كنت أنظر إليهم وكأنهم مشحونون بمعان مقدسة، فقد كنا أصدقاء وكأنهم خلقوا لأجلي وخلقت لأجلهم، فلطالما ركضت خلفهم بولع وهيام. هكذا هو عشقي إلى حد ما. ما لم أغفره لنفسي في هذا المضمار حتى الآن هو قطع رؤوس العصافير التي كنت أصطادها دون أن يختلجني أي شعور بالرأفة أو الشفقة. ما من سرد أثر في أعماقي وحثني على استكشاف المهالك العميقة المستترة وراء مفهوم التميز بين الذات والموضوع بقدر ما فعلته به هذه الأحداث. وترجيحي لمفهوم الأيكولوجيا يعد ذا صلة وثيقة بهذا الولع الطفولي، وباعترافي بهذا الجرم فما كان لي أن أتغلب على هذه المخاطر الروحية العظمى المتبقية من ثقافة الصيد إلا بعد نزع القناع عن السلطة وحروبها باعتبارها فن الرجل القوي المستغل والآمر الناهي، الآلهة المقنعة وغير المقنعة والملوك المتسترين والعراة، الذي هو فن الصيد ليس إلا